السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. النهاردة بقى جايبين لكم ليفل الوحش في الميكرويفز، اعلى ميكرويف موجود في السوق من حيث الامكانيات، من حيث الجودة، من حيث الحجم. الميكرويف ده يا جماعة بسعة 56 لتر، اكبر حجم ميكرويف موجود في السوق. يعني احنا بنشوف ال20 لتر، ال25، 32، وفي كمان 42. ده اكبر حاجة فيهم، ده واحدث حاجة فيهم ال جي ميكرويف ال جي 56 لتر سمارت انفرتر. احدث حاجه الميجاترونيك سمارت انفرتر عشان يوفر في الكهرباء. الوظائف بقى اللي انتوا عايزينها واللي انتوا حابينها. واهم حاجه يا جماعه خدوا بالكم، لان في ميكرويفات بتيجي من بره بيبقى الهرتز 60 فقط. الميكرويف اللي معانا ده الهرتز بتاعه 50 60. يعني هو بص هتلاقوا كاتبين، وطبعا الواط بتاعه ما شاء الله عالي 1200 واط. يعني بصراحه خصائص مميزات رهيبه. انا اسف، الميكرويف 1350 واط اهو. هو كاتب لك الهرتز اهو 50 60، معرفش باين في الفيديو ولا لا. هو حتى هنا بيكتب لك اهو هذا الجهاز ثنائي التردد 50 60 ذبذبه الهرتز يعني، ويعمل بشكل اوتوماتيكي ولا يحتاج تغيير ان انت تغير او تعمل له حاجه تعدله يشتغل في مصر. طبعا لمبه ليد داخليه جميله. ده الطبق الازاز بتاعه حجمه كبير، سعته كبيره زي ما انتم شايفين 65 لتر. يعني تقريبا عرض الحوض الداخلي 40 سنتي في 25 سنتي او 30 سنتي، اكبر حجم موجود في السوق. وطبعا بقى بيعمل كل الوظائف اللي انتوا عايزينها، من اول عاكس التذويب اللي هو يعني بيفك التجميد، اللحوم والدواجن والاسماك. كمان بيعمل تسخين للمشروبات في الطبق الخزافي، الطبق اللي هو الفخار. يعمل بيتزا، يعمل رز، يعمل شوربه، يعمل بقى الاكلات او الاطباق الشعبيه اللي احنا عارفينها: ورق العنب، الكبسه، رز بحليب اللي هو رز بلبن، رز بالزعفران، شوربه بصل، خضار بالفرن، سباكيتي، طماطم، كسكسي، ارز. بيعمل شوربه دجاج، دجاج بالكاري. يعني بيعمل اجزاء كتيره جدا. عاكس الطهي اللي هو بيدوب، يسيح جبنه، يسيح شوكولاته. هنا هو عاكس الطهي. لو انت عايزه تسيحي زبده، تسيحي جبنه كريمي، تسيحي ايس كريم، تسيحي زبده، شوكولاته، زبادي. وكمان في خاصيه الكيبورد. وظائف كتير ومتعدده، وطبعا ما شاء الله وحش. طبعا في خاصيه السمارت دايجنوزيس. ايه السمارت دايجنوزيس دي يا جماعه؟ لو لا قدر الله في مشكله او عيب، هو على طول بيطلع ايه الايرور اللي هو فيه. ادي 1 2 3. هو طبعا عرضه تقريبا 3 اشبار، يعني نقول 60 سنتي. وارتفاعه سوري انا ضغطت على ايه، ارتفاعه تقريبا 25 سنتي. لونه اسود كده مميز، واخد السيلفر هنا ستانلس كده سيلفر، شكله جميل. وطبعا ده اللي هو الحامل بتاع الطبق الازاز بتاعه والكتيب بتاعه. طبعا ال جي هو رقم 1 في مصر بالذات في الميكروويفز، حجمه كبير. عايز بقى لو عندك اسره كبيره، لو عندك استخدامات، وممكن تستغني كده عن الفرن لو انت عايزه حاجه حجمها كبير. انا بعض الناس بتجيب الميكرويف حجمه صغير وتضطر تشتري بعد كده فرن، فده وفر عليكي الاتنين. الفرن والميكرويف طبعا فتحه وقفله سهل جدا، بتضغطي بس كده يفتح معاكي. طبعا ده السيريال نمبر، تقدري تتاكدي بالكيو ار كود اللي موجود عليه ان هو الاصلي. طبعا هو الصناعه صيني. ده شكل الميكرويف من الداخل. طبعا الازاز دبل، ده ازاز خارجي وده ازاز داخلي زي ما قلنا لكم. اللمبه الليد. وطبعا هنا كل القايمه او المنيو تاتش، يا دوب بنختار الوظيفه. انا مثلا هختار عاكس، خلينا الاول نعمل ايقاف. هختار عاكس التذويب. حسب كل وظيفه بيقول لك انت بتدوب ايه. هنا لو انتوا خدت بالكم حاطط لك دي اف 1 ده تذويب اللحوم، دي اف 2 دواجن، دي اف 3 اسماك، دي اف 4 الخبز. فهنا مثلا اول ما انت بتختار عاكس التدويب قول له انا عايز دي اف 1 ولا دي اف 2.
حسب ايه الحاجه اللي انت بتسيحها، لحمه، دجاج، الحاجات دي. ويا دوب بتدوس ستارت. هنا بقى بتقول له مثلا حجمها قد ايه، كام كيلو، عشان يحدد لك. مثلا بتقول له حجمها يا سيدي خلاص مثلا سوري كده اهو كده، وبتقول له مثلا يبدأ هو يحدد الوقت المناسب ويشتغل. طيب خلاص، دي خاصية عاكس التذويب. طبعا خاصية التسخين اهو، بتقول له مثلا عايز اسخن لمدة قد ايه، كوبايتين 3. كل التفاصيل موجودة في الكتيب. وطبعا السمارت انفرتر يريحك في توفير الكهرباء. مايكرويف صراحة أنا كنت زمان ما احبوش، بس للأمانة أنا استعملته، بالذات ال جي، جودة عالية ومواصفات محترمة. مايكرويف جميل، حجمه كبير. اللي نفسه في وحش زي ده موجود عندنا بفضل الله، بقى بسعر أحسن من أحسن سعر. يعني شوفوا أرخص سعر بره، بفضل الله هتلاقونا سعرنا أرخص منه بمراحل. ده كده كان ريفيو سريع عن مايكرويف ال جي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.